السلام عليكم ورحمة الله. في كتير من اللي بيستخدموا الإكسل، الدوال اللي احنا شغالين عليها النهاردة مش بيستخدموها، رغم إنها تفيدك جدا لو بتشتغل على قواعد بيانات، خصوصا لو الداتا عندك كتير. النهاردة هنتكلم عن دي كاونت A و كاونت بلانك. أول حاجة هنستخدمها أو نشتغل عليها اللي هي دي كاونت. طيب، هنا كتبت المعادلة أو اسم المعادلة. هنا هنكتب الحاجة اللي احنا بندور عليها. احنا مثلا هندور على حاجة اسمها السعر ده موجود في الجدول، مع العلم ان الدي كاونت بتحسب بس الارقام، ما بتحسبش التكست زي الكاونت. تمام. نيجي المعادلة هنا هي هنكتب التفاصيل بتاعتها. هنكتب equal دي كاونت وبعد كده نضغط تاب. بعد كده بيقول لك الداتابيز ايه الجدول اللي انت شغال عليه. هنروح عاملين سيلكت اول صف وكنترول شيفت سهم تحت كنترول باك سبيس. انا كده عملت سيلكشن للجدول كله. الفيلد جوه الجدول اللي انت بتدور عليه، انا بدور على السعر، فانا هقف على السيل اللي فيها كلمة السعر واعمل لها سيلكشن. بعد كده كوما الكرايتيريا هي السعر، وباخد الايه السيل اللي تحتيها عشان يطلع لي الناتج. هقفل القوس واضغط انتر، طلع لي 28. لو انا عملت وقفت هنا كنترول شيفت سهم لتحت وبصيت على الكاونت الاقي 28، نفس اللي طلع لي. طيب، نيجي الدي كاونت ايه. طيب، نفس الدي كاونت بس بيتطبق على التكست والفاليوز، فهتيجي نطبقها على التكست مثلا. تمام. فاحنا هندور هنا على الدفع، وسيلة الدفع. هنكتب هنا الدفع وبعدين ننزل نكتب المعادلة بتاعتنا هي دي كاونت. هننزل سهم وتاب دي كاونت ايه، هنعمل سيلكشن لنفس الجدول وبعدين هنروح الفيلد اللي هو الواي بتاع ايه الحاجة اللي انت بتدور عليها. بدور على الدفع، فسيلكت الدفع. طيب، نيجي للكرايتيريا برضه، هنضغط على السيل اللي فيها كلمة الدفع مع السيل اللي تحتيها. هنقفل القوس ونضغط انتر، طلع لنا 27. طيب، هنيجي خلي بالك 27 والتانية 28 عشان هنا في empty cell أو خلية فاضية. طيب، في حاجة بقى ممكن نعملها، والجزء اللي احنا هنعمله ده ليه حلقة لوحديه، بس هنعمله سريعا عشان هيورينا حاجات حلوة أوي. هنروح لتابة الداتا وبعد كده هنضغط هنا على الداتا فاليديشن، وبعد كده من الألاو هنضغط على list وهنكتب السورس هنا كنترول شيفت سهم لتحت كنترول باك سبيس. وبعد كده سلكت العمود كله، ضغطت اوكي. بعد كده طلع لي دروب منيو فيها 3 حاجات: الدفع عن طريق كاش، فيزا، محفظة. ليتس سي ان احنا اخترنا كاش، طلع لي الناتج 21. ليتس سي ان انا اخترت فيزا، طلع لي الناتج 3. ليتس سي ان انا اخترت محفظة، طلع لي الناتج 3. دي هتفيدك جدا الدروب منيو دي، وهتفيدك في شغل كتير قوي قدام. كده احنا خدنا الكاونت والدي كاونت ودي كاونت ايه. بالنسبة لباقي الحاجات اللي هي الكاونت، كاونت ايه، كاونت اف، كاونت اف اس، دول خدناهم في الحلقة اللي فاتت والفيديو قبل الفيديو ده على طول لو حبيت تشوف. نيجي لآخر معادلة اللي هي الكاونت بلانك. هنضغط على يساوي ونكتب كاونت بلانك، نضغط تاب. هو كده خلاص حدد. هنعمل سيلكشن للعمود كله شامل الامبتي سيل اللي هي ايه، اللي هي موجودة في آخر الجدول. هنقفل القوس ونضغط انتر، طلع لنا 1. هي فعلا في واحدة بقى. خلي بالك الموضوع هنا واضح جدا، يعني هنا باين قوي ان هو عمود، هو صف خلية واحدة امبتي. بس بعيد بكرر الحتة دي، لو انت عندك داتا فيها 1000 صف وفي مثلا 20 صف بلانك، المعادلة دي الكاونت بلانك دي هتقدر تحسبهم لك بشكل سريع جدا، وهيفيدك في شغل لديتا معقدة وكبيرة، بيانات كتير، ومحتاج تفلتر أو تشوف عدد الكاونت بلانك قد إيه عشان تشوف البلانك راح ولا لأ، أو ما بقاش موجود يعني في الديتا عندك ولا لأ.
ده بالنسبة للجزء الخاص ب دي كاونت، دي كاونت ايه، كاونت بلانك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على الافريج ومشتقاتها، حاجات كتير قوي تبع الافريج، وان شاء الله استناكم في الفيديو الجاي بإذن الله.